على مدار آلاف السنين بتقام حروب بين البشر، أجناس وأعراق وحكومات مختلفة دايما بتتحارب علشان السلطة والتحكم. والدليل على ده إن الإنسان أول حاجة بيطورها هي السلاح، بداية من الخناجر والسيوف لحد القنابل النووية. ولكن السؤال هنا إزاي تقنع إنسان إنه يقتل إنسان زيه بدون أي ذرة تأنيب ضمير؟ وعلشان نفهم ده محتاجين نرجع حبة حلوين لورا. زمان كان أول وسائل القتل هي السيف، وده معناه إن كان بيبقى فيه اتنين في مواجهة مباشرة. ولكن أثناء تطوير الأسلحة كان بيحرص دايما الإنسان إن يخلي السلاح الجديد ذو فاعلية أكبر من السلاح اللي قبله، وفي نفس الوقت السلاح الجديد يخلي الإنسان يقتل من بعيد، على العكس تماما السيف اللي كان بيجبرك إنك تخش في مواجهة مباشرة قدام عدوك. والسبب في ده يرجع لحاجة مهمة جدا، إن القتل مش حاجة سهلة على البشر، خصوصا إنك شايف حد زيك روحه بتطلع وإنت السبب في ده. ولكن على العكس تماما الأسلحة النووية، وأبسط مثال هيروشيما وناجازاكي، لما القنبلتين اترموا على اليابان ضحاياهم عدوا 400 ألف إنسان بكل بساطة، بدون ما اللي أمر برمي القنبلتين أو الطيار اللي رمى القنبلة يحس بذرة ذنب، لأنه بعيد جدا جدا عن معاناة البشر دول ومش حاسس أصلا باللي حصل له. والدليل على كلامي إن الطيار نفسه لما طلع في مداخلة قال إن هو ما كانش بيفكر في أي حاجة غير إن الطيارة ما يحصلهاش أي عطل وإنه يرمي القنبلة بنجاح، ولا كان بيفكر في الناس ولا معاناتهم ولا إيه اللي هيحصل لهم أساسا. وده اللي خلى حد زي روجر فيشر أستاذ القانون في جامعة هارفارد بإنه يقدم اقتراح بإن شفرة التفعيل بتاعت الروس النووية بدل ما تكون في شنطة مع الرئيس، لا هي تكون مزروعة داخل شخص ويسمى المتطوع، ويكون ملازم الرئيس في كل مكان. وعلشان الرئيس يفعل الروس النووية دي لازم ولا بد ان هو يقتل الشخص ده ويستخرج من جسمه شفرة التفعيل. وده ليه؟ علشان يحس ببشاعة ووحشية الفعل اللي هو مقبل عليه. تخيل ان هو حس بقتل شخص واحد بس، ما بالك برمي القنبلة النووية على مجموعة من الناس، هيكون الشعور عامل ازاي؟ ولكن كما هو المتوقع ان البنتاجون يرفض الاقتراح ويوصفه بالهزلي. المهم نرجع تاني لمعضلة القتل عند الانسان، وهنا نحتاج نسأل سؤال مهم جدا جدا: هل البشر اكتفوا بس بتطوير الاسلحة للحد من العائد النفسي الراجع على القاتل من ارتكاب القتل؟ والاجابة هي لا. الحقيقة ان البشر ما اكتفوش بس بتطوير الاسلحة لجعل القتل اسهل عن بعد، ولكن البشر ابتكروا حاجة تخليك تحب تقتل، ولما تقتل تبقى بطل في عين نفسك والناس. والحاجة دي هي نزع صفة الانسانية من الضحية. بمعنى أبسط إنك تشبههم بالحيوانات أو الحشرات، ولكن مش أي حيوان. يعني مثلا مش تختار القطة في التشبيه، ولكن تختار حيوان زي الخنزير. وفي الحشرات مش هتختار النحل، ولكن تختار الصراصير. واللي أنا قلت لك ده 1% من الصورة كاملة. وعلشان تفهم الصورة كاملة أنا ما لقيتش أحسن من حلقة من أجينست فاير من مسلسل بلاك ميرور، فركز معايا علشان الكلام الجاي كله مهم. في قاعدة عسكرية في الدنمارك في جندي اسمه سترايب بيروح أول مهمة ليه، وبنفهم من كلام الشخص ده إن رايحين يقتلوا حاجة اسمها صراصير. ولكن نفس الشخص ده بيتريق على سترايب ويقول له اول لما تشوفهم ما تعملش حمام على نفسك لان ده بيزيد غضبهم. ولكن البنت دي بتتريق عليه هو وتقول له انت تصويبك سيء اصلا، واللي ممكن نتريق عليه هو انت. وبعدها بيتحركوا القريه، وبنلاقي ان سكان القريه دول بيكونوا مرعوبين جدا وبيتكلموا لغه غريبه، فالقائد بتستخدم جهاز ترجمه علشان تعرف هم بيقولوا ايه. فالراجل وهو مرعوب بيقول لها الصراصير هم اللي عملوا كل ده. فالقائد تساله هو انت شفتهم؟ يرد عليها لا، ولكن مفيش غيرهم هيعمل كده. وبنفهم ان الصراصير سرقوا مخزون المؤن كله بتاع القريه، واللي موجود ما يكفيهمش، وده بيعرضهم لأزمة. وأثناء كلام الراجل مع القائد بنشوف ست بتتكلم مع سترايب وبتقول له وقف مجية الصراصير هنا أرجوك وقفها. فرد عليها سترايب بإن إحنا هنوقفهم ويوعدها بده، ولكن الست تاخد إيد سترايب تحطها على جبهتها وتقول كلام غريب صراحة إحنا ما بنفهمش إيه هو. وبعدها بنشوف إن القائد بتسألهم طب هم راحوا من أنهي اتجاه، فبيقولوا لها إن في آثار أقدام في الطريق ده، ولما يقولوا لها اسم المكان جهاز الترجمة بيتعطل. فبتنده القائدة على سترايب ويروح يشوف المكان ده واللي بيطلع مزرعة. فتخبط القائد على الباب ويفتح لها راجل مبين نص وشه بس، والقائد تقول للراجل صباح الخير يا سيدي. فيرد عليها بان هو مش محتاج ترجمه، بالعكس هو بيعرف يتكلم لغتهم. ويسالها انتوا عايزين ايه؟ فالقائد تقول له احنا هنتكلم بس. فيقول لها طب احنا بنتكلم اهو. فترد القائد بان من الضيافه نتكلم واحنا جوه مش على الباب كده. وفعلا الراجل بيدخلهم، والقائد تطلب من ري وسترايب ان هم يفتشوا الدور اللي فوق من المزرعه. والقائد هنا بتكلم الراجل تقول له انت عارف ان في مشكله حقيقيه في القريه، الصراصير بيهجموا عليهم وبيسرقوا اغذيتهم ومؤنهم، اكيد انت سمعت عن الموضوع ده. فهو يقول لها لا. فتقول له الموضوع مش في الاكل كده كده الصراصير هيتلفوه محدش هياكله، ولكن المشكله هتكون ان سكان القريه الامر هيكون صعب بالنسبه لهم. وتبص على الصليب اللي في الحيطه وتقول له انت اكيد راجل متدين وصاحب مبادئ، وبالنسبه لك اي حاجه حيه مقدسه. انا فاهمه ده جدا، ولكن انت بتقديسك لكل ما هو حي فانت بتحمي الصراصير. هم ما اختاروش يكونوا كده وما لهمش ذنب، وانا فاهمه ده كويس، كلنا فاهمين ده مش انا بس. لكن في قرف في دمهم خلاهم كده، وده يتنافى تماما مع حرمه الحياه او الالم اللي هيعيشه الناس
بسببهم، وتبدا تزعل الراجل وتقول له في خلال 15 او 20 سنه لو ما وقفناش الصراصير هينتشروا وهيخلفوا واولادهم هيكبروا ويتناسلوا ومش هنقدر نوقفهم اطلاقا. واثناء ما القائده بتتكلم بنلاقي الراجل بيحاول يطلع حاجه من كم الجاكيت ولكن ما بنعرفش ايه هي حاليا. وفي نفس الوقت ده المجنده مع سترايب بتلاقي باب مخفي ورا الدولاب بتاع اللبس، وتدخل هي وسترايب جوه ويكتشفوا ان ده عش صراصير. وسترايب يفتح الستاره ويكتشف ان في 3 صراصير موجودين. ولما الراجل يسمع ضرب النار فوق يطلع السكينه من كمه ويعور القائده. وفي نفس الوقت ده سترايب بيقتل واحد من الصراصير، واحد منهم بيهرب والتالت بيتعارك معاه وبيكون عايز يوجه جهاز غريب لوش سترايب ولكنه ما بيعرفش. وسترايب يقدر يطعنه عده طعنات ويفضل يطعن فيه لحد ما يموت، وبعدها يشوف الجهاز الغريب وبالغلط يوجهه على عينه فبيحصل له زي تشويش كده وصداع فبيرميه وينزل لتحت. وباقي الجنود يولعوا في المزرعه ويطيروا الصقر بتاع الراجل ويعتقلوه. وفي طريق الجنود للعربيه بنلاقي ان ري المجنده بتقول لسترايب انت محظوظ، انت قتلت صرصار في اول مهمه ليك. فيرد عليها سترايب بان هم كانوا 2 مش واحد. فبتستغرب المجنده فيقول لها واحد قتلته بالبندقيه والتاني طعنته بالسكينه عده طعنات. فبتتفاجئ وتقول له انت فحل ومدمر الاكوان. بعدها يركبوا العربيه ويرجعوا للقاعده. بعدها يجي الكادر على سترايب وهو نايم وبيحلم ببنت، وغالبا البنت دي بتكون مراته ولكن بيحصل زي تشويش كده في الحلم. وبعدها يصحى ويروح يتمرن مع المجنده اللي بتقول له انا مستحيل اسيب صرصار تاني يهرب مني. وتكمل كلامها وتقول لسترايب انت ما عندكش مشكله، ده انت مصطاد 2 في اول يوم ليك. وتساله انت كده نمت كويس؟ فيقول لها ايوه اكيد. بعدها يبدا يتدرب ولكن بيحصل له حاجه غريبه اثناء التدريب، وهي ان بيحصل له زي تشويش كده وصداع. ونفس الكلام بيحصل له وقت التمرين لدرجه ان القائد بتجيله وتقول له هو انت كويس؟ فيقول لها انا كويس بس حاسس ان انا متشتت. فالقائده بتقول له انت لازم تروح للوحده الصحيه. وفعلا بيروح هناك ولكن الدكتور بيقول له انت سليم تماما. فسترايب بيقول له على موضوع الاشعه الخضراء اللي جت في عينه. فالدكتور يقول له لا انت كده لازم تروح لاركت. وبالفعل يروح لاركت ويبداوا يتكلموا. اركت يساله حسيت بايه بعد ما قتلت الصراصير؟ فسترايب يقول له حسيت بالراحه. فيرد اركت بس فقط شعور بالراحه ولا في حاجه تانية شعرت بيها؟ فيقول سترايب بس هي كانت الراحه، كنت فاكر ان انا ممكن احس بالندم ولكن انا ما حسيتش باي شعور ندم اطلاقا تجاههم. فيساله اركت طب انت مستعد تقتل تاني؟ فيرد سترايب ايوه اكيد لازم نخلص منهم. فاركت يقول له انت عملت شيء رائع لازم تكون فخور بده، وينصحه ان هو يرتاح شويه. ولكن سترايب ما بيجيلوش نوم طول الليل وبيفضل يتخيل مراته وبرضه بيحصل تشويش وهو بيتخيلها. ولكن احنا بنكتشف ان باقي الجنود بيحركوا ايديهم بطريقه غريبه كلهم زي بعض في نفس الوقت، ودي نفس الحركه اللي سترايب بيعملها اثناء نومه. وبيجي تاني يوم علشان يعملوا مداهمه لعيش الصراصير داخل المستشفى، وعن طريق الدرون بيلاقوا فيه 3 الواح شمسيه انضف من الباقيين ومتوصلين بسلوك. وبنلاقي ان السيستم المزروع في سترايب بيعطل وما بيقدرش يشوف تصوير الدرون زي باقي الجنود، ويقعد يهز راسه علشان يرجع تشغيلها تاني ولكن مفيش فايده. ويبدا يمسك العشب بايده ويقول للري المجنده ان هو شامم ريحه العشب وانهم في العادي مش بيشموا اساسا. ونفهم بشكل ما ان الجهاز بيسيطر على حواسهم وتفكيرهم مش بس على عينيهم. فيسالها انت حاسه بده؟ فتقول له لا انا مش حاسه بحاجه ابدا. والقائده تطلب من القاعده الاذن بالمواجهه فما يوافقوش على طلبها، وترجع القائد لري وسترايب وتقول لهم ان الاذن اترفض ولازم نرجع للقاعده دلوقتي، ولكنها بتاخد طلقه هيد شوت في لمح البصر وتموت. فسترايب بيروح علشان يشوفها ولكن ري بتقول له خلاص سيبها دي ماتت. وتروح ري علشان تاخد الكنترولر اللي بيتحكم في الدرون وتعرف مكان القناص، وفعلا بتحدد مكانه ويطلع واحد من الصراصير والصرصار يوقع لها الدرون وهما الاثنين يجروا علشان يخشوا جوه ويقتلوهم. ولكن سترايب بيجيله التشويش والصداع تاني. بعدها يدخلوا المستشفى ويتفرقوا جوه، وسترايب يخش اوضه لكن بيشوف فيها ست عاديه فيبدا يطمنها وبعد كده يسيبها تهرب. ولكن اول لما بتخرج من الاوضه ري بتقتلها، وسترايب بيستغرب ويقول لها انت عملتي كده ليه؟ وبعدها ري تدخل اوضه مليانه صراصير وتقتل فيهم واحد ورا التاني بدون اي ذره ندم. ولكن وسط ده كله بنلاقي ان امه وبنتها موجودين ولكن بيمنعها سترايب ويضربها فيغمى عليها، وهو ياخد الام وابنها ويهربوا، وري تصحى وتشوفهم هم بيهربوا. ولما سترايب بيوصل المكان اللي بيهربوا له يغمى عليه من الطلقه اللي خدها وهو بيوقف ري من قتل البنت وابنها. فبتاخدوا الام وتعالجوا علاج بدائي. وركز بقى علشان من اول هنا هربط لك الدنيا ببعض. ولما بيصحى بتديله ميه ولكن هو بيقول لها انا مش محتاجها. فالام بتقول لسترايب انت شايفنا على حقيقتنا؟ فيقول لها اكيد شايفك. فتقول له انت مش شايفنا صراصير؟ فيقول لها ايه العبث ده، انت بشر زينا. ويكمل ويقول لها لا انت مش صرصار، الصراصير وحوش وكمان ما يقدروش يتكلموا. فهي ترد عليه وتقول له لانكم ما تقدروش تسمعونا ولا تشوفونا. فيقول لها لا انا مش فاهم حاجه وضحي. فتقول له النظام اللي زارعينه فيكم، النظام العسكري المزروع، هو السبب ان انتوا شايفيننا كده. وتقول له كمان ان هم زارعينه في دماغكم عشان يساعدكم على القتل، ولما بيكون شغال بتشوفونا كصراصير. فهو يترعب ويقول لها ايه ده، هو انت صرصار؟ ويروح جاري بسرعه ويمسك سلاحه ويوجهه ليها، وهي تقول له ان احنا صنعنا جهاز
يوقف السيستم اللي في دماغكم علشان تشوفونا على طبيعتنا. فيزعق فيها ويقول لها ازاي المدنيين بيشوفوا الصراصير، فتقول له زي اللي انت شايفه دلوقتي. وبنفهم ان المدنيين بيشوفوا الصراصير كبشر، ولكن الجيش بيصدر لهم نفس الفكره، فكره الكراهيه، وان الناس دول عندهم خلل جيني، وان احنا كبشر لا يمكننا ان احنا نقبل مخلوقات قذره زي دي بينا، لازم نقضي عليهم. وتكمل وتقول ان كل صوت بيطلع من التلفزيون او الكمبيوتر او التليفون بيقول نفس الكلام، ان احنا عندنا داء خطير، وان احنا خطر على المجتمع، وان احنا عندنا ضعف وامراض في دمنا. وتقول له يعني انا مثلا اسمي كاترينا وهو اسمه إيريك، ولكن دلوقتي احنا في نظركم مجرد صراصير. وفجأة ري تدخل وتقتل الطفل وامه، وتضرب سترايب على دماغه وتاخده معاها القاعدة، وهناك بيتسجن. ويدخل له أركت ويقول له احنا اسفين، محدش لاحظ فينا الخلل في نظامك وقت الفحص. فما يردش عليه سترايب. فأركت يسأله الجهاز اللي انت لقيته في بيت المزرعة اللي حكيت للدكتور عنه هو ده صح؟ فيكمل أركت ويقول له في المجتمع اللي انت كنت بتستطلعه انت وري استخدموا فيه الهندسة العكسية اثناء تصنيع الجهاز ده من قطع الدرون بتاعتنا. ويقول له الضوء ده بيرسل شفرة زي الفيروس بتشوش على نظامك وتعطله من جوه. خلينا اكون صريح معاك، الصراصير بقى اذكى واكتر ابتكار. فيرد عليه سترايب بان الموضوع كله كذبه، الصراصير دول بشر زينا تماما. فيقول له اركت اكيد هم زينا، وهنا تكمن خطورتهم. احنا كبشر بنتعاطف مع بعض كفصيله، يعني مش عايزين نقتل بعض، وده اكيد شيء كويس لحد لما يبقى مستقبلك معتمد اعتماد كامل على مسح عدوك تماما. ويكمل اركت ويقول انا حقيقه مش عارف انت درست تاريخ قد ايه في المدرسه، ولكن من سنين فاتوا اوائل القرن العشرين معظم الجنود ما كانوش بيستخدموا اسلحتهم، ولو حصل واستخدموها كانوا بيخطئوا الهدف ويطلقوا النار فوق راس الاعداء. ولكن ده ما كانش عن طريق الخطأ، بالعكس بل هم كانوا بيتعمدوا ده. وفي الحرب العالمية الأولى اللواء البريطاني كان بيقف في الصف بعصاية علشان يضرب الجنود ويدفعهم لإطلاق النار. وحتى في الحرب العالمية الثانية من 15 ل 20% بس من الجنود اللي كانوا بيضغطوا الزناد. متخيل ان مصير العالم على المحك، وقلة قليلة بس من الجنود اللي كانوا بينفذوا الأوامر. ويكمل أركيت ويقول لسترايب تقدر تقول لي دلوقتي انت فهمت ايه من الكلام ده؟ اكيد هتكون فهمت ان الحرب كانت هتنتهي اسرع لو الجنود كانوا بينفذوا الأوامر، وعلشان كده احنا فهمنا اللعبة وطورنا نظام التدريب. والظاهر ده في حرب فيتنام ان نسبة اطلاق الجنود وصلت ل 85%، ولكن تعرف كل ده كان بدون فايدة. آلاف الرصاص اتضرب ولكن بدون فايدة. وحتى الجنود اللي ما كانش عندها مشكلة في القتل كانوا بيرجعوا من الحرب مختلين عقليا. وفضل الموضوع ده كده لحد لما اخترعنا المخلص، النظام الشامل. تعرف ليه يا سترايب اتسمى الشامل؟ لانه اقوى سلاح عسكري بيخليك تقتل بدون شعور بالذنب او الانسانية تجاه الضحية. مفيش اسهل من انك تصوب وتقتل وحش، مش كده؟ هو مش بيتحكم بس في عينك، هو بيتحكم في كل حواسك، تفكيرك، احلامك، حاسة الشم، اللمس. ولو تلاحظ انت مش بتسمع الصراخ او تشم ريحة الدم، وما بتحسش بمعاناة الضحية. فيرد سترايب بانهم بشر. فيرد عليه اركيت انت تعرف كم القذارة اللي في جيناتهم، وانهم اعلى نسب سرطان وضمور عضلات، وذكائهم متدني، ومتلازمة شجرن اللي عندهم، وغير التصلب اللوحي اللي عندهم، وغير الميول الاجرامية والانحرافات الجنسية كمان. كل ده فيهم، احنا لازم نخلص منهم. ما تحسش بالذنب وانت بتعمل واجبك يا سترايب، لان حتى القرويين مش حاسين بالذنب، ولا حتى اهلنا في الوطن حاسين بالذنب. مش حاسين بالذنب وهم حتى ما عندهمش النظام الشامل. النظام الشامل اللي هيخليك تتغلب على شعورك ده وتقتل انت وكل فرد من الجيش بتحمي سلالتنا النقيه، وده شرف اي حد يتمناه. فيجاوب سترايب هو فين الشرف في ده؟ الشرف بالنسبه لك هو القتل والكذب، قتل ناس ابرياء. فيقول له اركيد محدش كذب عليك، انت وافقت على كل ده بارادتك اول لما جيت هنا. ويطلع له فيديو وهو بيوافق على بنود الدخول للجيش، ومنها ان هو مش هيفتكر المقابله دي اطلاقا. فسترايب اول لما بيشوف الفيديو ده بيتجنن ويقوم علشان يضرب اركيد، وبضغطه زرار من اركيد بيعمي سترايب وما يكونش قادر يشوف تاني. فيتجنن اكتر ويزعق ويقول له رجع لي عينيا. فاركيد يقول له انا هعرض عليك خيارين، الخيار الاول انك توافق على اعاده تهيئه النظام الشامل وكل حاجه حصلت في الايام اللي فاتت ومن ضمنهم المحادثه دي هتتمسح تماما من عقلك، او قدامك الخيار التاني وهو الاعتقال، وبدون النظام الشامل هتفضل فاكر كل اللي عملته. وسترايب بيرفض رفض قطعي وتام، ولكن اركيد بيعرض له فيديو قتله الابرياء في بيت المزرعه ويقول له ده اللي انت هتشوفه طول مده اعتقالك. فلما بيشوف سترايب التسجيل بينهار ويقع على الارض. فيجي له اركيد ويقول له حلك الوحيد انك اقبل وكل حاجه هتتمسح، حتى المحادثه دي قولها وكل حاجه هتزول. بعدها يجي الكادر على سترايب وهو راكب عربيه، ونكتشف ان العربيه دي رايحه لبيته، ولكن الغريب ان بيته عكس ما هو شايفه في الواقع، بمعنى ان هو شايف المكان نظيف ولكن الحقيقه بيت متدمر ومهجور. تاني حاجه هو شايف مراته جوه بتقول له اهلا بعودتك، ولكن في الحقيقه مفيش حد في البيت اصلا، وده معناه ان مراته نفسها من صنع النظام، وكل الجنود اللي كانوا معاه كانوا بيتخيلوا اشخاص مش حقيقيين، والاشخاص دي من ضمن صنع النظام نفسه. وبتخلص الحلقه على كده. الحلقه دي مستوحاه من كتاب SLA مارشال اللي صدر سنه 1947 بعنوان رجال ضد النار، ومش
مشكلة قيادة المعركة، واللي اتكلم إن الجنود في الحرب العالمية الأولى والتانية كانوا بيرفضوا إن هم يضربوا النار، وعشان كده القيادات لجأت لحل نزع الصفة الإنسانية عن الأعداء ووصفهم بصراصير بشرية أو خنازير، وبدأت تقلل منهم عشان القتل يبقى أسهل بالنسبة للجنود بدون ذرة شعور بالذنب أو التعاطف تجاه الضحية. والسؤال هنا مش إزاي كانوا بيشجعوا الجنود على القتل، ولكن إزاي بيقنعوا الجنود أصلا بدمج النظام الشامل في دماغهم. وعلشان نفهم ده لازم نرجع لمقابلة سترايب قبل انضمامه للجيش. في المقابلة ما ذكرش سترايب سنه، ولكن بناء على متوسط قبول الشباب في التجنيد بيكون من سن 17 ل 18 سنة، وده معناه ان سترايب في الوقت ده كان لسه مراهق. والدليل على كده ان سترايب طريقة كلامه كانت ستريت لانجوج او لغة الشارع، وطريقة لبسه كمان بتدل ان هو كان لسه شاب او مراهق. وكمان كلمة دوب اللي باين منها قوي ان سترايب مراهق ساذج ومش مستوعب حجم دخوله للجيش. وكمان لما وصف العقد بالمقال الكامل، وده دليل ان هو حتى ما بصش على البنود ولا حتى قرأها. وده ان دل فهو بيدل على حاجة واحدة بس، ان كتير مننا لما بنخش موقع ويطلب مننا مثلا موافقة ما بنبصش على الشروط، بنوافق على طول بالرغم من احتمالية تعرضك للضرر بسبب ده، ولكن انت بتتجاهل كل ده تماما وبتوافق. ونيجي للسؤال التاني المهم، ليه شاب زي سترايب بيتجه للجيش في السن ده؟ والحقيقة ان انا اعتقد ان الدول رفعت اسعار التعليم بشكل كبير جدا عشان يجبروا الشباب ان هم يخشوا للجيش طواعية، لان السبيل الاسهل للاستقرار المادي وياخدوا امتيازات كان ان هو يبقى مجند في الجيش. والدليل على كلامي هنستشهد بروايتين. الاولى حرب روسيا واوكرانيا، من كام سنة كان في 3 طلاب مصريين تم اعتقالهم على يد الجيش الاوكراني، وبناء على المقابلات عرفنا ان هم انضموا للجيش الروسي طواعية بسبب غلاء الاقساط الجامعية، والشغل ما كانش كفاية ان هم يدفعوا فلوسها، فتعرض عليهم الجنسية الروسية ولكن مقابل الالتحاق بالجيش الروسي، وطبعا هم وافقوا. في دول زي امريكا التعليم الجامعي فيها غالي جدا، فالطلاب بتتجه لاخذ قروض علشان يكملوا تعليمهم، والقروض دي بتبقى فوائدها كتير جدا لدرجه ان سدادها بيبقى شبه مستحيل برواتب الشغل العادي، فبيتجه الطالب للجيش علشان يتشال من عليه القروض دي. واكبر دليل على ده عدم اهتمام سترايب بالبنود بتاعه العقد اصلا وهو بيوقع عليها، وكان كل همه هو القبول وبس. ومن اهم اجزاء الحلقه ان اثناء نومهم كنا بنشوف الجنود بيحلموا احلام، والاحلام دي كانت تجسيد للجنه في عقولهم، وان بتامينهم حياه افضل للاجيال القادمه هيتم مكافئتهم بحياه مزدهره، وده اللي شفناه في اخر الحلقه مع سترايب. ولكن من اهم جزئيات الحلقه هي جزئيه تعطيل النظام الشامل لسترايب ولمسه وشمه الارض لاول مره، وده تمثيل صريح لتحرر الانسان من قيود التكنولوجيا والشاشات وتعريض البشر لمعلومات غلط طوال سنين كتير. وبيظهر ده لما كاترينا بتقول له ان القرويين مش محتاجين شرائح نظام الشامل عشان يكرهونا، لان بيتصدر لهم على مدار سنين اننا صراصير عن طريق الهواتف والتلفزيون والكمبيوترات، وده اسقاط صريح على المعلومات المغلوطه اللي بنتعرض لها يوميا واللي بتشكل تفكيرنا وقناعاتنا يوم بعد يوم. الحلقه هنا هي بتشير لايه؟ بتشير ان الجيش بيصرف فلوس على تطوير معدات ومرافق لدخول حرب هو اللي اخترعها ضد ناس ابرياء علشان يبرر القتل، وفي نفس الوقت يبرر انفاقه مليارات الدولارات على البحث والتطوير العسكري، ومبرره بيكون ان هو بيحمي المدنيين من الصراصير اللي الجيش نفسه اخترعها. وبدلا من الحل المنطقي لانفاق مليارات الدولارات دي لتحسين احوال المدنيين اللي هو مفروض بيحميهم ويطلعهم من المكان اللي هم عايشين فيه اللي هو اشبه بمكان طلع من حرب عالميه ويوفر لهم اكل صحي وتعليم ومستشفيات، لا هو عمل حرب وهميه ضد ابرياء لتبرير التطوير والبحث العسكري. واكبر دليل على كده هو الفرق بين حياه الجنود في المعسكر وحياه المدنيين في القريه. ونيجي لسؤال مهم، طب مين هم الصراصير؟ الحقيقه هنا ان الصراصير دول مش حد بعينه، يعني بناء على المعطيات اللي احنا خدناها من الحلقه ما نقدرش نحدد مين هم او ايه السبب اللي خلى الجيش يعتبرهم كده، ولكن انا ممكن اقول ان هم الاشخاص اللي مش بينتموا لجماعه او قريه معينه مثلا، او انهم المنبوذين من المجتمع. الحلقه كمان اتكلمت على خطر تطوير التكنولوجيا المرعب وازاي الحكومات بتستخدمها علشان تتحكم في الناس وتوصلهم ان هم يصدقوا روايات خطأ من اجل المصالح الشخصيه. واخر حاجه انا ممكن اضيفها هو التلميح على فكره المليار الذهبي، وانهم عايزين الاجيال الجديده تكون بس الاكثر ذكاء وقوه وصحه، وانهم يقضوا على الاشخاص الضعيفه او المريضه او الاقل ذكاء وانتاجيه. وبس كده، ده كان كل حاجه. ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل وكومنت تقول لي رايك لانه مهم بالنسبه لي. سلام. خوارزميات يوتيوب بتقولك الفيديوهات دي هتعجبك.